معناها الكرياسيون نتاعها، خاطر سيغتينمون مش تكون معناها un outil pour promouvoir la culture qualité d'une façon générale, mais aussi l'accréditation des parcours, l'accréditation institutionnelle. وهذا bien sûr مش يكون معناها عنده دور فعال إيجابي في l'amélioration de la visibilité نقولوا المقروئية نتاع les parcours de formation نتاعنا. من 2000 الجامعات تشتغل على الجودة اليوم، أنت ترى الطريق قداش مازال له؟ شنو الأولويات اللي نجموا نعجلوا بها باش ندخلوا بالحق في مرحلة الكاليتي الصح؟ والله هو كي نحكيوا عن الجودة هو سيتون ايتا ديسبري، معناها هو أهم حاجة اللي نعملوا فيه اليوم هو لا سنسيبيليزاسيون. دونك il faut commencer, il faut continuer dans la sensibilisation. خاطر كي نحكيوا على الجودة هو c'est un processus d'amélioration continue. احنا عندنا توا مؤسسات qui ont implémenté معناها مثلا لي سيستيم دو مانجمنت كاليتي لي زو 21001، عندنا مؤسسات اللي هما اكريديتي مي سا ساريت با لا، معناها المؤسسه اللي هي اكريديتي سي سوني كون كومونسمون، معناها il faut continuer, il faut pérenniser معناها les activités اللي صارت. أنا أكيد اليوم حتى الدولة معنا في تفكير أنا مؤسسة تعتمد على عبادتها اليوم. اكيد. وبون هنا بتقدر نحكيو على فولي اخر اللي هو لوتونومي فوالا لوتونومي دي زيتابليسمون. وكيف كيف معناها كي نقولوا لوتونومي دونك اون دوا باسي بار ان بروسيسوس دو ديفالياسيون دوتو ايفالياسيون. وهذايا معناها كي نحكيو عن ليفالياسيون لوتو ايفالياسيون l'accréditation, la certification, bien sûr, une agence tunisienne ne peut que aider à la mise en place de tous ces processus. Pour le moment, il y a l'accréditation. On a plusieurs établissements accrédités, mais qui sont accrédités par des instances internationales. Pour l'instance internationale, c'est que on a dépensé beaucoup d'argent, en devises aussi. Voilà, donc là, إذا نوصلوا نهار أنه l'agence هذه تكون une agence qui peut accréditer, c'est-à-dire يتم الاعتراف بها دوليا، وهذا اللي قاعدين نعملوا فيه مع l'agence هذه. مش يكون لنا معناها اناجو، مش يكون لنا معناها حاجه مهمه برشا للجامعات التونسيه. انت وجدت في جامعه في المحطه الرابعه في الحمله التحسيسيه اللي تقوم بها الوكاله التونسيه للتقييم والاعتماد تابعه لوزاره التعليم العالي. الوكاله هذه تم احداثها في 2022 وبدينا العمل على الهيكله نتاعها من 2023. أهم مهامها هي التقييم في التعليم العالي، تقييم المؤسسات، تقييم البرامج، تقييم الجامعات، الاعتماد الأكاديمي والاعتماد المؤسساتي، وتقوم أيضا بتقييم مؤسسات البحث، الهيكل البحث، المخابر وليزونيتي دو ريشيرش وحدات البحث، وتقييم برامج البحث. الهيكلة الجديدة هذه كان مشروع بعثته وزارة التعليم العالي منذ سنوات، وتم إنشاء الوكالة هذه باش تقوم بالمهام. وهذه أول جولة اخترنا أنها تكون في جميع الجامعات العمومية، وعندنا لقاء أيضا مع الجامعات الخاصة في أكتوبر. حملة مش تتواصل على مدى شهر سبتمبر وشهر أكتوبر. الهدف متاعها شنو؟ الهدف الأول هو التعريف بالوكالة وبمهامها وبالإطار اللي تم فيه إنشاء الوكالة هذه، وخاصة طريقة العمل المستقبلية للوكالة هذه. الهدف الثاني هو مصافحة مع الجامعات، خاصة في بداية مدة نيابية جديدة لأغلب المديرين ورؤساء الجامعات، والبارتاج نتشاركوا في لي بون براتيك. فما عديد التجارب الناجحة في الجامعات التونسية حبينا نتعرفوا عليهم، وهما فينالمون ينجموا يكونوا سورس دانسبيراسيون، يعني يشجعوا مؤسسات أخرى أنها تنخرط في الاعتماد الأكاديمي كما مؤسسات التكوين الهندسي ومؤسسات الصحة، وإلا في مثلا لا ميزون بلاس دي سيستم مانجمنت دو لا كاليتي حسب النورم الانترناسيونال، يعني لي ستاندار انترناسيونال ISO 21001. وفما العديد من التجارب الأخرى
دونك جامعة جابس وجامعة صفاقس في ضيافتنا اليوم، واحنا في صفاقس ضيوف على صفاقس باش نشاركوا مع بعضنا في هالتجارب الناجحة. المرحلة الثالثة والأخيرة من هذايا الملتقى واليوم التحسيسي هو المشاركة في التفكير في تحسين طريقة العمل كسوا في التقييم في التعليم العالي وإلا في البحث العلمي. هي أبروش بارتيسيباتيف تشاركية باش نسمعوا الأطراف الكل باش طريقة العمل وتعطينا توجهات ودي ريكومونداسيون للعمل المستقبلي للوكالة التونسية للتقييم. الدراسة في جابس كما تعرفوا بدات أول حاجة في 2 سبتمبر فيما يخص المؤسسات اللي هي المدرسة الوطنية للمهندسين بجابس، مدرسة المعهد التحضيري للمدارس المهندسين، وبالطبع عندنا زاد الانستيتيو نتاع الملتي ميديا اللي فيه البريبا انتجري معناها بدا حتى هو 2 سبتمبر، ومن بعد كيما المؤسسات الجامعيه في كافه التراب التونسي بدات 2 سبتمبر. اهميه مثل هذه اللقاءات اليوم معناها تعريف الوكاله وخاصه صفاقس جابس نعرفوا اللي هي عندها مدرسه المهندسين معناها في الاعتماد معناها. هو في الواقع احنا كي نحكوا على الجوده كما تعرفوا راهي اول حاجه في البلاد التونسيه تقريبا بدات من عام 2000 معناها كي نحكي ان تيرم دو بروسيسوس تاع الجوده، بدا بصفه خاصه ترافير لي بروجي باك اللي هو دي بروغرام دابوي لا كاليتي، وفي جامعه جابس بالطبع منخرطه في لي بروغرام هذم والبرامج هذيك سواء سكون ابل باك دي جي اس يو فيما يخص الجامعه ولا الباك دي جي اس يو فيما يخص المؤسسات الجامعيه.